اللي عم يصير؟ عم اقول لك والله ما معي غير هني وهذا النهر المصريات والكروتي ما عم يعطوني. يشهد الله. صار بطل هذول مصورين عم يوقفوها. يحرم علي هذا. لا عطونا الدكاتره لا ما ولا علينا وقاعدين هون نطلعها. ما عم يعطونا لا كروتي عم يعطونا شيء للمي. الدكاتره عندنا مي ما عندنا مي. حتى نفوت على الطلعات ما عندنا مي، نقول له للبابا جيب لنا مي، يقول لنا ما معنا بنجيب مي، ويعني بدنا حدا يساعدنا يجيب لنا مي، وإحنا ما عم نغسله، بدنا مي بدنا شيء، بدنا الله يوفق حدا يساعدونا ما حدا عم يساعدنا. بدنا مي نشرب. عطشانين بدنا مي نشرب، عم ناكل ثلج من العطش. ما عندنا مي، ما عم تصلنا مي، احنا منطقة جبلية وكل يوم بدنا 5000 مي لبنان وما عم يقدم، ويا ريت يديروا لنا شي حل. منطقة جبلية في عنا نقص مي كثير، وكل خيمة بدها 5000 ليرة حق مي يوميا، بدها 5000 والشغل ما في، ودنيا شتوية وسعة وشفت عينك ما حد عم يقدر يطلع برات الخيمة، وعم يجي الخزان دوب عم يكفي الشارع ارجو مي، وشغل ما في، يعني نحن في عنا نقص مي كثير، بس نتمنى انكم تساعدونا بهالمي، انه تساعدونا تجيبوا لنا مي، لانه مي ما في. كثير ما اجتنا مي، صهاريج ما عم تطلع علينا من الصقعة، من الثلج، من المطر، من الهنية، كل خيمة بدها 5000 يوميا مي، ما عم تكفينا. وما في يعني ليك حالتنا حالة وخيمة، لا مي لا شيء لا شيء، الأولاد لا عم تحسن تغسل، لا عم تحسن تشرب، لا عم تستغسل. وشنا بدنا نغسل وشنا من المي، هي المي وسخة، عم نغسل هدومنا منها، عم نشرب منها، عم نغسل وجوهنا منها، يعني حالة صعبة كثير. الثلج كل ما ينزل عم ندوب ثلج ونشرب، هي مي وسخة ما لازم الواحد يشرب منها، بس عم نضطر نشرب منها لأنه ما في عنا مي. جيبوا لنا أمينة.